اهلا بكل متابعين ابولو ليج. الحلقه دي انا هتكلم معاكم عن الخواجه الجديد اللي جه مسك الاهلي من اول الموسم الجديد، وهيبدا معاهم بطوله كاس العالم للانديه، وهو ريفيرو الاسباني. ريفيرو الاسباني دي مش اول تجربه هتبقى للنادي الاهلي في العمل مع مدرب اسباني. كان الاول تجربه مع كاتجاريدو لو تفتكروا، كانت انتهت التجربه ديت ببطوله الكونفدراليه الاهلي كان خدها. تاني تجربه هي هتبقى مع خوسيه ريفيرو، وهو مدرب من الرجاله اللي بتحب التفاصيل، يعني مش اللي بيجي يقعد يسمع على الورق بعض الجمل عن النادي اللي هيمسكه، وبعد كده بيبتدي يكتشف بقى مع الظروف ومع المواقف التفاصيل. لا، هو لازم يخش اللي جوه كل حاجه ويعرف كل حاجه عن الفريق اللي هيمسكه. وهو من الشخصيات العمليه قوي، زي ما هو قال عن نفسه. قال ان انا راجل عملي وما بقفش عند اي خساره، وما بحبش الاوفر في الاحتفال بالمكسب، ودايما بفكر في الخطوه التاليه اللي انا كنت فيها. يعني كلام كويس، كلام جميل، اترجم على ارض الواقع بعد مقابله كابتن محمود الخطيب في النادي الاهلي، وبدا مع كابتن عماد النحاس وكابتن محمد يوسف التعرف على كل التفاصيل، زي ما قلت لكم، بانه دخل كل حته في النادي وعرف كل حاجه في النادي وعن النادي، وابدأ اعجبه الشديد جدا باللي شافه، وقال انا في نادي اوروبي مش في نادي افريقي. انا في نادي اوروبي بالنسبه للامكانيات اللي هو شافها، بالنسبه للاجهزه الرياضيه اللي شافها، بالنسبه للغرف الاستشفاء، بالنسبه للمختص، بالنسبه للعيادات الطبيه بالاجهزه. قال ان انا تحت ايدي هنا كل حاجه، مش محتاجه ان انا اللعيبه بتاعتي تسافر اي حته بره في اوروبا مثلا عشان يعمل اشاعه او يعمل اي تحليل او يعمل اي اجراء عمليه مستعجل. ده اول انطباع قاله ريفيرو عن حال النادي الاهلي. وكان اللقاء في التتش، وحضر مع كابتن عماد النحاس المران الاول ليهم. وريفيرو قال انا راجل ما كنتش لعيب كوره، انا جايب الموضوع من تحت من القاع. الكلام ده هو اللي بيقوله على فكره، مش الصحفيين اللي كاتبينه عنه، هو اللي قاله في التتش بالمعنى اللي بقوله لكم ده، يعني العامي، ان انا ما كنتش لعيب كوره وانا جايب الموضوع من القاع، وانا مسكت تدريب في بلادي في اسبانيا في ادنى نادي او اقل نادي بدات معاه لحد ما وصلت لهنا، اللي هو يقصد النادي الاهلي، اكبر نادي في افريقيا. ريفيرو بدا التدريب بتاعه من 11 سنه. بدأ في اسبانيا مدير فني للشباب سانتا فييجو، وقعد معاهم 3 مواسم مدير فني. بعدها سافر لفنلندا وقعد هناك فترة حلوة، يعني قبل ما ينتقل من اسبانيا لافريقيا. قعد في فنلندا حبة كويسين يعني. مسك هناك مدرب مساعد لنادي هونكا، وتقريبا لموسم اقل من موسم بحاجه بسيطه، كانت 6 شهور تقريبا لنادي هونكا. وبعدين راح مدير فني لبلو كير هو، وده تقريبا كان 2016. مسك البلو كير هو سنه ونص، موسم ونص تقريبا مدير فني اليوم. بعد كده في 2018 وكان مدير فني لفريق كبير جدا في فنلندا اسمه هيلينسكي،
وقعد تقريبا برضو حوالي موسم ونص معاهم. وبعد كده راح لانتر توركو، وده فريق من الفرق الكبيره في فنلندا، وقعد مع مدير فني لانتر توركو 3 مواسم قبل ما يجي افريقيا بقى. والكلام تطرق في اول تجربه ليه في افريقيا في 2022. بدأ في افريقيا مع اورلاندو بايرتس الجنوب افريقي. قعد في الفريق دوت خد 5 بطولات. خد 2 كاس جنوب افريقيا، وخد 3 كاس الرابطه. خد 5 بطولات مع اورلاندو، 2 كاس جنوب افريقيا و3 كاس الرابطه. بعد كده جاله العرض بتاع النادي الاهلي، وان شاء الله الفتره اللي جايه هتكون فتره خير، لان الراجل حابب النادي، وكان بيقول ان هو كان من طموحاتي ان انا امسك النادي الاهلي. وقبل ما يسيب اورلاندو كان طبعا ما اداش تصريحات يوم ان هو تعاقد مع النادي الاهلي او في كلام مع النادي الاهلي، وقال انتوا هتفرحوا لي. الكلام ده لاداره اورلاندو يعني. وقال لهم انتوا هتفرحوا لي لما تعرفوا النادي اللي انا همسك تدريبه الفتره القادمه. ريفيرو جاي معاه 4 مساعدين اجانب في الجهاز الفني، 4 مساعدين اجانب. النادي الاهلي هيخلي مدير الكوره في الجهاز الفني هو عماد النحاس، وده طبعا اكبر تتويج للراجل المخلص دوت. هو هيبقى مع ريفيرو، هيقدر يديله التفاصيل وكل صغيره وكبيره. زي ما قلت لكم هو اصلا ريفيرو محب للتفاصيل، يعني مش من اللي بيعدي اي حاجه كده. يعني حق لو اي مشكله حصلت لاي لعيب حاجه في الاداره، هو مستمع جيد جدا، بيحب يتطلع لكل الاراء ويشوف اقرب طرق للفوز وبيسلكها. يعني ما بيحبش الكلكعه، ما بيحبش الفلسفه، ما بيحبش التجربه في الامور المهمه. فان شاء الله في تفاؤل مع المدير دوت الفني. وزي ما قلت لكم هو معاه 4 مدربين اجانب، حتى مدرب حراس المرمى اجنبي. كابتن محمد شوقي الاداره قدمت له الشكر على مجهوده الفتره اللي فاتت ديت. الراجل ابدى مجهود كبير مع كابتن عماد النحاس، وقبل منه مع كولر. وكابتن محمود الخطيب مش معنى ان هو قدم له الشكر ان هو خلاص مش ليه مكان في النادي الاهلي، لا خالص. الراجل بيشوف المكان المناسب لكابتن محمد شوقي، وهيبقى محطوط فيه وهيقعدوا معاه وهيشوفوا انسب موقع في النادي الاهلي، وباذن الله يبدع فيه ويتفوق فيه. باذن الله الفتره اللي جايه ديت هتبقى فتره مهمه. خلاص النادي الاهلي مسافر، وبدا اللعيبه اللي كانت وافده الجديده واللي تم التعاقد معاها واللي كانت معاره، كل اللعيبه دي رجعت وبدا التدريب فعلا. وبدا ريفيرو يحط سجل تقرير كده عن مين اللي هيبقى معتمد عليه اساسي، ومين اللي هيبقى احتياطي، مين اللي هيبقى معاه في الموسم الجديد بشكل اساسي، مين اللي هيبقى احتياطي، مين اللي هيبقى معاه بشكل اساسي لما يسافر ويلعب في امريكا، مين اللي هيبقى احتياطي. الراجل خلاص بدا يحط الخطوط الكبيره والعريضه للفريق. تم توجيه الشكر للكابتن رامي ربيعه، وغالبا هيبقى
في العين الاماراتي على ما سمعت يعني. انا لغايه دلوقتي لسه مش حاطط ايدي على مستند انه مضى فعلا، بس هو يقولوا في عرض وكلام مع العين الاماراتي. ربنا يوفقك يا رامي، وان شاء الله نشوفك في افضل وافضل. وكذلك اكرم توفيق برضو تم التوجيه له الشكر، وحمزه برضو تم توجيه الشكر ليهم. في حته جميله قوي 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 ان اللعيبه ديت موجوده مع النادي لغايه اخر ثانيه في الموسم، في التدريب وفي المطوشه. يعني اكرم توفيق كان موجود، حمزه كان موجود، رامي ربيعه. اللعيبه ديت يعني احنا بنشوف حالات في النادي الاهلي زي ما قلت في الفيديو اللي فات، ما بنشوفهاش في اي نادي تاني خالص. ما بنشوفش ما استحملوني في اللي هقوله، ما بنشوفش العك، ما بنشوفش الاهانه، ما بنشوفش النديه، ما بنشوفش الحقد والزعل. ان انت من حقك تزعل ان اللعيب مشي من عندك، انا بوجه الكلام لكل الانديه، بس مش من حقك ان انت تهينه. يعني انا اتضايقت جدا من قصه صوره زيزو. يعني عيب الراجل اداكوا على قد ما اداكوا، وانتوا اديتوا له على قد امكانياتكم، خلاص ما حصلش اتفاق، فيمشي باحترام ومن غير اهانه. وانا ما اعتقدش ان انا شفت الموقف ده حصل في النادي الاهلي خالص. حتى في اكبر المشاكل اللي حصلت مع النادي الاهلي، المشكله مثلا بتاعت عصام الحضري، رغم كل اللي حصل دوت وكل المشكله الكبيره اللي كانت بين اداره النادي وبين اللاعب، ما حصلش الكلام ده خالص. عفوا. فدي حاله النادي الاهلي، هو ده النادي الاهلي. يا ريت كله يقتدي بده، يا ريت نشوف كل ده الكلام دوت في كل الانديه مع كل اللعيبه. واشوفكم في فيديو قادم قريبا.